السلام عليكم. في نهاية سعيدة لقصة الطفل شنودة التي شغلت مصر، وبعد استطلاع رأي المفتي تم تسليم الطفل مؤقتا إلى والدته بالتبني وإعادته لديانته القبطية. وأمرت نيابة شمال القاهرة الكلية بتسليم الطفل شنودة مؤقتا إلى السيدة آمال إبراهيم، والتي عثرت عليه كعائل مؤتمن بعد أن أخذت تعهدا بحسن رعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر، وكلفتها باستكمال إجراءات كفالته وفقا لنظام الأسر البديلة. جاء ذلك بعد أن استطلعت النيابة العامة رأي مفتي الجمهورية في ديانة الطفل في ضوء ملابسات التحقيق، وأصدر فتوى بأن الطفل يتبع ديانة الأسرة المسيحية التي وجدته وفق آراء فقهية مفصلة. وكانت قضية الطفل القبطي شنودة الذي بات مسلما بحكم القانون قد أثارت جدلا في مصر خلال الأيام الماضية، وفتحت ملفا شائكا حول قضية التبني وتغيير الديانة.